انا جيت. طيب احنا النهارده فيديو جديد وحاجه جديده كده، قلنا نجربها مع بعض. احنا اول مره نصوره بالليل اصلا، وحد اكتر من حد طلب مننا ان احنا نظبط موضوع الصوت شويه والاضاءه، فاحنا حاولنا بقدر الامكان نظبطها. واللي عنده تعليق على اي حاجه يا ريت يكون بيفيدنا بيها. احنا بنستفادوا جدا من كلامكم، وبنبدا نطور واحده واحده من اللي انتوا بتقولوا لنا عليه. وشكرا جدا ان انتوا بتهتموا بادق التفاصيل معانا، وشكرا ليكم ان انتوا كل حد بيقول لنا حاجه جديده احنا بنحاول نغيرها. نبدا مع بعض ونشوف. احنا النهارده قررنا نجرب آم، قطع جاتوه من اماكن مختلفة، وقلنا نشوفوا بقى مين احسن مين اوحش، اسعار ايه الوضع. احنا النهارده جبنا من 4 محلات مختلفين، وفي محلات تانية لسه هنجيب منها، وبس كان ضيق الوقت بسبب قطع النور وبتاع، فقلنا نوصل بسرعة. فاحنا النهارده جبنا من 4 قطع جاتوه من 4 محلات مختلفين، هنجربهم مع بعض ونشوف رأينا فيهم ايه. ويلا بينا نجربهم مع بعض. دول ال4 محلات اللي معانا: ابو عمر، برنيس، خالد، مارفل. دول ال4 محلات اللي انا قلت هجربهم، وهيبقى في حلقة تانية نجرب فيها محلات تانية زي كلاسيك، زي شهد الملك. هنجرب محلات تانية. وفي حد كان قايل ان هنجرب فولكيجر، بس الوقت ما سعفناش ان احنا نجيب من عنده. فهيبقى في حلقة تانية بنجرب فيها حاجات تانية. احنا جربنا دول، ودول اسعار القطع المتوسطة، يعني من 20 ل 15 22 24 كده يعني. دي الاسعار اللي موجوده، في اعلى وفي اقل، بس احنا حابين نكونوا في المتوسط عشان نجرب يكون في حياديه. حاولت بقدر الامكان اظبط ان كلهم يكونوا كريمه، علشان خاطر نقدر نشوف فرق. ما رضيتش اجيب حاجه كريمه وحاجه شوكولاته، بس حاولت بقدر الامكان اظبط اللي موجود عندهم. خلينا نجرب واحده واحده مع بعض ونشوف راينا فيهم ايه. انا هبدا بابو عمر. انا بحب جدا حلوان ابو عمر. ظهر في فتره قريبه وانتشر بسرعه، فخلينا نجربه مع بعض ونشوف راينا. احنا ايه، نجربها مع بعض ونشوف. دي المفروض ان هي كريمه وكيك فريفايد، ريت فريفايد وعليها كراميل. فاحنا ايه، هو كان قايل ان هي طازه جدا، فانا مش عارف. هنشوف بقى ايه اذا كان كلامه صح ولا غلط. انا عارف دلوقتي. بسم الله. هي بخصوص الكيكه. الكيكه مش طريه، يعني الكيكه مش طازه زي ما هو قال لي. الكيكه شايف ان هي ناشفه شويه، مش طريه زي ما انا كنت متوقع. ال الكراميل اللي عليها طعمه حلو قوي، والكريمه اللي جوه طعمها حلو جدا، لكن الكيكه مش احسن حاجه. دي سعر القطعه 20 جنيه من عند ابو عمر. دي ما كانتش احسن حاجه بالنسبه للكيكه، لكن اللي عليها طعمه ممتاز والحلاوه مظبوطه. خلينا نجرب قطعه الشوكولاته كمان عشان هو ايه. مم. الشوكولاته مش مسكره خالص، طعم الشوكولاته العاديه جدا اللي اعتدناها نسبه الحليب فيها قليله. فانا دي تقييمي ليها مش هيبقى كبير، يعني مثلا نقول 5 من 10 بسبب ان الكيكه مش حلوه، والخمسه الكويسين بسبب ان التفاصيل الكراميل والكريمه اللي جواها طعمها لذيذ. كريمه صناعي مش طبيعي، فده خلى الطعم مش احسن حاجه. خلينا نجرب حاجه تاني. برنيس. دي شكل القطعه عند برنيس. آم، دي بردك كريمه، كريت فريفايد برضو، وعليها كريمه بيضه وعليها فراوله، وعليها تقريبا مش عارف ده صوص شوكولاته او صوص فراوله، مش عارف. خلينا نجرب مع بعض برضو. آم، نجرب. بسم الله. طعم الكيكه ناعمه اكتر من كيكه ابو عمر، لكن طعم الكريمه مش واضح قوي زي المره اللي فاتت. مش واضح، مش قويه. الكريمه البيضه اللي عليها طعمها لذيذ، اللي فوق، بس اللي جوه مش واضحه. اللي زي ما انا قلت الكيكه طريه عن اللي فاتت كتير. لكن برضو انا تقييمي ليها هيكون 7 من 10، لان هي الكيكه مظبوطه، والدسامه بتاعت الكريمه مظبوطه، والكيكه حلوه كويسه. انا شايف ان هي تمام. طيب خلينا نجرب حاجه تاني. مارفل. انا من عشاق مارفل بصراحه، واتمنى ما تصدمش فيه المره دي، لان انا اول مره كنت بجيب من عنده التورت كانت ممتازه جدا بصراحه. بس اول مره اجرب من عنده الجاتوهات نفسها. دي سعر القطعه، بالمناسبه سعر القطعه عند برنيس كانت 20 جنيه. يعني ابو عمر كانت 20 وبرنيس برضو 20. مارفل 22.
ده حجم القطعه عند مارفل، هي اغلى واحده فيهم تقريبا، بس انا بتفائل بمارفل يعني هنجربها مع بعض، بس دي تقريبا اكبر قطعه فيهم، فخلينا نجربوها ونشوفوا ايه الدنيا فيها، علشان خاطر شكلها حلو جدا. انا مش عارف طعمها هيبقى ايه، بس خلينا نجرب. بسم الله. للاسف الكيكه مش حلوه خالص، لكن الكريمه ممتازه 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 جدا. بس نجرب تاني معلش كده ايه. الكيكه بايته بايته، دي مش طازه خالص، هي المفروض ان هي شكلها كويس، لكن انا شايف ان يعني هي مش عارف، هي بايته فعلا. الكيكه بايته وباينه جدا في الكاميرا، لو تشوفوا كده باينه في الكاميرا، مش عارف بايته. انا مش بس للاسف هي كريمته حلوه جدا، انا بحب الكريمه بتاعته جدا ممتازه، بس للاسف كده جلت منه المره دي في الكيكه، فما كانتش احسن حاجه. طيب خلينا نجرب اخر واحد معانا النهارده، اللي هو حلواني خالد. ده فروعه كتير جدا منتشر عندنا في اسكندريه، فهنجربوه مع بعض. انا النهارده بصراحه جبت منه حاجتين، بس انا قلت ايه نجربهم برضو مع بعض، فانا جبت منه حاجتين، فهنجرب القطعه اللي جاتوه بتاعته، بعد كده نخش على الحاجه الاخيره برضك نشوفوها ايه دنيتها. حلوان خالد بالمناسبه بيعمل عروض حلوه تقريبا، انا مش فاكر الايام اللي بيعملها فيها، بس تقريبا النهارده يوم من ايام العروض. طب فخلينا نشوفوه بقى ايه نظامه في الجاتوهات. انا ما جبتش من عنده جاتوهات قبل كده، كنت دايما بجيب من عنده كنافه وحاجات بتاعت شهر رمضان، بمناسبه شهر رمضان كل سنه وانتم طيبين، فانا كنت بجرب من عنده، دي اول مره اجرب من عنده جاتوه، فهنجربهم مع بعض حقيقي. بغض النظر عن ان انا كنت مجربهم قبل كده. ده حلواني خالد ودي علبه حلواني خالد، تعال نجرب مع بعض. طيب دي ارخص قطعه جاتوه معانا النهارده، دي سعرها 14 جنيه، ارخص قطعه فيهم. بس هو انا مش عارف تقريبا انا داخل ضمن العرض ولا لا النهارده، لان هو زي ما قلت النهارده فيه خصومات، فانا مش عارف. دي ارخص قطعه جاتوه معانا النهارده، هنجربها بقى مع بعض. انا زي ما قلت لكم ان اول مره اجرب حاجات من عند خالد جاتوهات. وهنا عامل هي فيها كريمه من النص، وهنا كريمه على الوش بيضه، وهنا تقريبا ده لوتس، بسكوت لوتس مبشور. فهنجرب بقى ونشوفوا ايه الدنيا فيها. مشية الشوكة مبشرة. بسم الله. بصوا هي الكيكة حلوة، طرية جميلة جميلة جدا، انا شايف ان الكيكة كويسة. الكريمة اللي جوه طعمها غريب، انا مش عارف دي كريمة او ممكن ما تكونش، انا مش قادر اعرف ايه دي بصراحة، لان حاسس ان هي مش كريمة خالص بصراحة. بس انا لا، طعمها مسكر، في حاجة متغيرة فيه، انا مش قادر افهم ده طعم ايه بصراحة، مسكر جدا لا الطعم ده مش كريمة. خلينا نشوف ناحية اللوتس، ممكن يكون وضع مختلف شوية، يمكن خير بقى. بسم الله. طعم اللوتس مغطي على طعم الكريمه اللي انا مش فاهمه ده ايه، فمديها طعم حلو. لكن هو كمجمل الكيكه نفسها جميله طريه ناعمه، وبما انها ارخص قطعه فيهم فطبعا انا هديها 8 من 10، بسبب ان الطعم انا مش عارف الطعم ده هو بالنسبه لي انا مش احسن حاجه، لكن ممكن بالنسبه للناس تانية يبقى كويس. لكن ككيكه ممتازه، الحشو اللي جوه الكريمه حلو جدا، ناعمه، سكر مظبوط، كل حاجه فيها تمام، بجانب ان سعرها ارخص واحده فيهم، فدي تكسب. انا شايف اديها 8 من 10. احنا ما قيمناش مع بعض برنيس مارفل بسبب ان الكيكه ما طلعتش احسن حاجه، فانا للاسف هدي مارفل المره دي 7 من 10، لان مارفل متفوق جدا في الكريمات، فانا المره دي بقى قلشت شويه منه في الكيكه، ووارد تكون حاله فرديه، الله اعلم، ممكن نجربوه مره تانية ونشوفه، نشوف يمكن يظبط، نديله فرصه كمان. لكن انا لغايه دلوقتي شايف ان خالد يكسب من ناحيه الطعم، من ناحيه الكيكه ناعمه جدا وجميله ومتشبعه كريمه كتير، يعني انا شايف ان لا هي متشبعه كريمه فعلا، جوه الكريمه كتير، انا شايف ده يكسب، خالد يكسب، انا اديله 8 من 10، وده هيكون ارخص واحد واحسن واحد فيهم. طيب كان في بقى حاجه بسيطه كده حابب ما نجربها مع بعض، يلا بينا. دي علبه لقيتها عند خالد، ما لقيتش عند خالد بالظبط، لقيتها معموله وانا طلبت ان انا اشكلها بنفسي، فخلينا نفتحها مع بعض ونشوف فيها ايه بقى، لان دي حاجه هتفيدنا الايام الجايه بخصوص رمضان، وجربوها. دي مش جاتوهات يا جماعه، دي كنافه. انا مش عايز اقول لكم ان انا مجربها قبل كده، بس هجربها معاكم تاني عشان انتوا يبقى عندكم ثقه وانتوا رايحين تاخدوها. انا شايف ان كنافه خالد من افضل الكنافه اللي كلتها بعد كويدر بصراحه يعني. لكن خالد في المستوى اللي هو بيقدمه، هو مش بيقدم حاجه شعبي، لكن بيقدم بسعر شعبي. ده سعر الكيلو منها تقريبا النهارده انا جبته ب 85 جنيه، طبعا ده سعر هو في الغالب برضو داخل تحت الخصم، ان هو انا شايف ان السعر كان مكتوب 96 جنيه، وتقريبا بعد الخصم ب 83، ففي الغالب كان في خصم النهارده فعلا.
هنجربهم قطعه قطعه مع بعض برضو ونقول راينا فيهم. دي كنافه كريمه مانجا، انا عارفها طبعا يعني مش عايز اقول لكم. المستوى ما اتغيرش يا جماعه، زي ما هو. الكنافه طازه، طعم الكريمه اللي فوق هي مش كريمه طبيعي لكن خفيفه هشه، وطعم المانجا اللي عليها صوص المانجا ده مديها طعم جامد جدا في حته. دي كنافه كريمه وعليها تقريبا انا مش عارف ده ايه بصراحه، انا اول مره اشوفها عنده بصراحه، فعشان كده قررت اجربها واشوف ايه هي، عشان طبعا هناكلها كتير الايام الجايه. طب يا جماعه مبدئيا كده اللي بيحبش القرفه ما يقربش الحته ديت، لان دي تقريبا قرفه معجونه اللي هي الحاجه اللي جوه في الحجازيه ديت، انا مش عارف ايه هي، لكن هي تقريبا اللي بتبقى محشيه بقى الحجازيه هي دي طعمها. طعم القرفه مش واضح قوي بس طعمها ممتاز بالنسبه للناس اللي بتحب القرفه. بس مش القرفه بعيدوا عنها لانها مش تعجبكم. الناس بتحب القرفه دوسوا فيها جدا لان هي طعمها حلو. دي طبعا باين جدا ان هي كراميل وشوكولاته وعليها كريم جانتيه. هنشوف برضه دي طعمها، انا عارفها طبعا دي حبيبتي جدا. ممتازه. افضل حاجه في خالد ان طعم الكنافه عنده ما بيتاثرش بالحاجات اللي بتحط عليه. يعني لو قررت تفصل الحاجه اللي فوق عن الكنافه هتلاقي طعم الكنافه زي ما هو، طعمه حلو قوي. بيشرب بقى منها الشربات وبتاعتها فتخلي طعمها حلو قوي. كريمه وعليها كراميل، خلينا نجربوها برضو. دي تقريبا عليها حاجه تانية غير اوكي دي مدلعه مش كنافه بس، دي مدلعه لان شايف ان عليها هريسه مع الكريمه وعليها تحت طبقه الكنافه. مش متميز قوي في الهريسه فخلى الطعم مش احسن حاجه، لكن ما زال طعم الكنافه بتاعها ممتاز. نخش بقى على اخر طعم معانا اللي هو الكريمه لوتس، كنافه وعليها كريمه وعليها لوتس مبشور. نجربه بقى دي. طعم اللوتس مش حلو خالص مع الكريمه لان اللوتس تقريبا ما بقاش طعم بسكوت، بقى شارب من الميه اللي موجوده جوه الكريمه فخلى طعم اللوتس طري قوي فمش احسن حاجه. احنا نجرب ايه؟ انا شايف ان كلهم كويسين، كلهم كويسين باستثناء ان مشكله اللوتس بس مع الكريمه كان فيها مشكله. طيب دي كانت تجربتنا مع الحلويات اللي انتوا شفتوها ديت والجاتوهات اللي شفتوها قدمتوا، وتقولوا لي لو انتوا حابين اجرب حاجه تانية. احنا لنا حلقه تانية احنا هيكون لنا فيديو جديد في حلوانيه تانيين نجرب من عنده بجاتوهات، ولو في حاجات تانية زي اللي بيقدمها خالد كده نجربوها برضو وانتوا تقولوا لنا رايكم، واحنا بنشوف راينا في الحاجات ديت. هتبقى حلوه جدا في رمضان، ونستناكم في فيديو جديد، وكل سنه وانتم طيب.